4 أطفال لما بصيت لهم كذا نظرة كذا، إلا واحد طفل من بينهم يمد يديه يمي كأنه يقول شلني معك. حكاية حب نقشت حروفها على قلب رجل، إنها حكاية خلود وماجد، نسردها لكم في هذه الحلقة كأروع أمثلة الوفاء والمحبة، نتعمق في تفاصيلها منذ بداياتها. والله الشعور لا ينوصف، مهما أكتب مهما أقول، لو جمعت كل كتب العالم وعبيته مع الشعور غطى فوق هذا. على أسوار المدينة كتب لافي حزنه وحرمانه، حيث لم يشأ له القدر أن يرزق أبناء. متزوجين لنا أعوام عديدة ولم يرزقنا الله بمولود. ظليت حوالي يمكن 4 شهور وأنا صامت وأفكر داخل نفسي. بنفس الوقت زوجتي تفكر نفس التفكير اللي أنا أفكر، إنها برضه تتبنى أو نتبنى طفل عندنا في البيت ويربي معانا. قابلت الأستاذ عبد الله الحربي المشرف على الأيتام بالوزارة، فدلني على أن فيه أبها موجود أطفال، وفيها يوجد 4 أطفال كلهم صغار السن، فكتب لي خطاب واتجهت إلى أبها. أحضروا لي 4 أطفال. لما أحضروا 4 أطفال كل طفل خلال عاملة زامته 4 أطفال، لما بصيت لهم كذا نظرة كذا، إلا واحد طفل من بينهم يمد يديه يمي، والله يمد يديه كذا كأنه يقول شلني معك شلني معك. فكانت زوجتي تبغى طفل ثاني، فقلت لا والله أنا هذا الطفل اللي مد يديه لي هذا هو اللي ناوي إنه متعلق فيه. وعلى طول والله مد يديه وأنا أزمه وأخمه معاي وحضنه، وظل ماسك فيه، ماسك من هنا ما قدر يطرق ثوبي، والله ماسك من هنا ما قدر يفكه. خلود لما أخذناها كانت بالفاع صغيرة جدا يعني، صغيرة جدا يعني بالفاع، هي ما تعرف لسه ما صغيرة السن يعني، خلال يمكن ما كملت شهر لما أخذناها. والآن لله الحمد، هذه تشوف قدامك ما شاء الله. البيت يعني كان أول كهف مظلم، لكن بعد ما دخلوه أصبح بيت ومنور كله فرح وسرور. وكان الزوجان قد خطا أحرف هذه القصة بسرية تامة دون البوح لأحد من الأهل والأحبة. وكان اللقاء لما جبت الطفل وجينا هنا بالمنطقة وفوجئنا بشيء ما كنا نتصوره، المستقبلين والناس والهدايا والناس فرحانين يعني لموضوعي. أنا يغيبون عني ساعة، دوامهم للمدرسة ما نتحمله، فأحيانا نروح عند المدرسة حتى باب المدرسة حتى نجيبهم، كيف نتحمل انهم ياخذون يروحون منا؟ لله الحمد، من جونا وحنا الخير طاب علينا، الله سبحانه وتعالى يرزقنا على طول، فتهيأت الأمور لنا. كل يوم يدلعنا أبوي بس ينطينا إذا جاء من البار أو من عرس أو من يعني حفلة أو مشين، كل يوم يقدم لنا هدايا. تشوف كل هالبيت هذا هو عمره. أنا أحب أمي وأبوي ومستحيل أتخلى عنهم، مو يمكن أترك أبوي ولا مرة، حتى أمي ما أتركها للأبد وأبوي ما أتركه للأبد. أنا في هالساعة المقابل هالساعة هذا البيت ناوي بإذن الله إنه رايح أسجله بأسمائهم، بس أنتظر فرصة إذا حصل لي أطفال آخرين مشان أجمعهم فيه كلهم، وخلي البيت هذا يصبح تصبح دار خاصة للأطفال هؤلاء ال4. بالنسبة لماجد وخلود عملت لهم عمارة مكونة من 4 أدوار، مكون من 5 شقق و5 محلات، وكل لله الحمد مأجر
وضعت عليه حجر الأساس من بداية الإنشاء باسم المالك ماجد فهد محمد عبد اللطيف وخلود فهد حسن عبد السلام. والله أرغب بطفل وطفلة أيضا آخرين، وأتمنى من الوزارة لو تقدمت لهم في يوم من الأيام إن